أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وطلح منضود. سورة الواقعة. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال، وتكونوا كلكم بصحة جيدة. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم نزولا عند طلب بعض المتتبعات. غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال فطور الصباح، والمكون ديالها هو في الاصل الفاكهه، ومتواجد يعني في كل بيت، والثمن ديالو رخيص جدا مقارنه بالفوائد الصحيه اللي كيتميز بها هذا المنتوج. كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره هنا عندنا حبوب شجره السدر اللي هو النبق، شجره اللي هي مباركه من الجنه. اوراقها اللي هما معروفين باوراق السدر، واللي كذلك هما بدورهم يعني هما كيعالجوا بزاف ديال الامراض اللي هي عندها علاقه بالاسحار او الامراض الروحانيه. يعني هذه الشجره المباركه اللي هي شجره من الجنه عندها بزاف ديال الفوائد. فقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم واحد الوصفه الفطور ديال الصباح اللي هي غنيه ومكونات ديالها في متناول كل بيت. ان شاء الله غادي ندوي لكم بعدا اول حاجه على الفوائد ديال هاد النبته اولا ديال هاد المكون اللي هو النبق. نبق السدر بطبيعه الحال هو لذيذ في المذاق، حلو في المذاق ديالو. هي معجزه في الحقيقه، انا كنعتبرها معجزه الهيه، وبزاف ديال الناس ما تعرفوش الفوائد ديالها، خصوصا بالنسبه لعلاج القولون وجميع مشاكل الهضم، وكذلك هو كيفيد بزاف في مشكل ديال الهضم وضيق التنفس. كذلك هو بالنسبه للوقت ديالو كيكون موجود على طول السنه، وبالخصوص في فصل الخريف وفصل الشتاء. علاش لا ما نحاولوش اننا نستغلوا هاد النبته الربانيه اللي عندها بزاف ديال الفوائد على الصحه ديالنا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير اللي هي سهله وسهله بزاف. كيف ما كتشوفوا النبق هو هذا، الا كان ناشف مزيان يعني ما فيهش رطوبه صاي غادي ناخذوه غادي نطحنوه في الماكينه. كانت فيه رطوبه من بعد ما كنطفيو الفران كندخلوه غير شويه كتمتص هذيك الرطوبه اللي ما كتبقاش فيه، صافي من بعد كنطحنوه. صافي كنحصلوا على هاد لاكودر هادي من بعد ما طحناها كيف ما شفتوا مزيان وغربلناها، كنحصلوا خصها تكون رطبه. صافي ان شاء الله دابا غادي ناخذوا الزيت الزيتون. كلشي كيعرف الزيتون اللي هي طبيعيه وراه الوقيته ديالها يعني راه متوفره. وكناخذوا عسل الزعتر، من الاحسن انه يكون العسل ديال الزعتر، من الافضل هذا العسل ديال الزعتر هو اللي كنخلطوا به هذه الوصفه بالموازات باش تعطينا نتيجه على مستوى القولون وعلى مستوى الامعاء. صافي كناخذوا لا كونتيتي اللي بغينا حنا. مثلا معايا غنوريكم بحالاش كناخذوا مثلا 4 ديال هذه الوصفه ما فيهاش يعني واحد العبار اللي خصو يكون مضبوط، او يعني ماشي وصفه هذه اللي هي مركبه. هذه وصفه غذائيه يعني ماشي بحال مكمل وصافي.
لا كونتيتي كنزيدو عليها زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا، كنزيدو عليها زيت الزيتون كنخلطو مزيان كما كتشوفوا. الناس ديال الصحراء ديال الجنوب كيستهلكوا بزاف وبكثره بحال هاد الوصفات. شوف ما شاء الله الصحه ديالهم كيفاش كتكون دايره، فقط لانهم كيعتمدوا كثير على بزاف على بحال هاد الوصفات. الا كنتو بغيتو بحال هاد الوصفات مرحبا، نقدر نشارك معكم جميع انواع الوصفات اللي كتكون بهذا الشكل، وهي غنيه. في عوض ما ناخذ واحد كونفيتور اللي انا ما عرفتش شنو فيه، اللي جاي من المصنع انا ما عارفاش حتى مكونات، اولا الناس اللي تيشتغلوا فيه ما عارفاش النظافه واش كاينه او لا ما كايناش. لي كونسيرف كاع بصفه عامه راهم ما صالحينش للصحه ديالنا. اذا من الاحسن اننا ناخذ واحد المربى اللي يكون صحي ويكون اقتصادي في نفس الوقت. صافي من بعد ما كنخلطو كناخذوا العسل. علاش ما درناش في هذا المربى بزاف ديال العسل؟ انا غادي ندير 2 ديال المعلقات غادي نكتفي بهم. علاش؟ لان كيف ما كتعرفوا النبق فيه فيه بزاف ديال المواد اللي هي حلوين وهما طبيعيين كيمتاز بهم هذا المكون هذا. اذا لا داعي باش نزيدو نحليوه اكثر من القياس. انا اكتفيت ب2 ديال المعلقات على حسب هاد لا كونتيتي هادي راه كافيه. تقريبا درت كاس ديال الزيت البلديه وزدت عليها 2 معالق ديال العسل صافي، وكنحصلوا على هذا الكونفيتور اللي هو طبيعي. بالنسبه انا تيعجبني بحال هكا يكون خفيف. اللي بغات ديرو ثقيل راه تقدر تزيد النبق. وهنا كنكونوا ان شاء الله قربنا اننا نساليو لا فيديو ديالنا. صافي المربى ديالنا هو هذا، كنحصلوا عليه على هذا كيكون بهذا التكستير هذه. صافي هانتوما شفتوا كيفاش كيجي وصحي 100% وغني وعنده بزاف ديال الفوائد لجميع الفئات العمريه. نقدروا ناخذوه هنا، ياخذوه الناس السيدات اللي في عندهم اللي كبارات يعني كبارين في اللاج. كذلك الوليدات ديالنا الصغار نقدروا نعطيوهم هذا المربى هذا اللي هو الاملو ديال الشجره المباركه كيف ما سبق لي وذكرت في البدايه ديال الفيديو. نتمنى هذه الوصفه تنال الاستحسان ديالكم، وشكرا لكم على المتابعه. وما تنسونيش من لايك ومن الكومنتيرات الزوينين ديالكم اللي كيشجعوني وتيخليوني انني نحط لكم، كيعطيوني واحد الانرجي وكيخليوني نعطيكم بزاف ديال الوصفات. وشكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.